خساره بطعم التعادل للنادي الاهلي امام صن داونز اللي بيخسر 1-0 ويفلت من الخماسيه والحفله اللي بتتعمل على الاهلي في جنوب افريقيا. كولر ينجح ان هو يخسر 1-0 بس في انتظار مباراه العوده. عندنا كلام مهم جدا 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 في الفيديو، ما تروحش في اي حته. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، مهم جدا 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 جدا، او تعمل سبسكرايب او تعمل اي حاجه، المهم تشترك في القناه. طيب النهارده النادي الاهلي لعب جيم دفاعي، مش عايز الكوره، خدوا الكوره اعملوا كل حاجه، ولكن انا احاول اخرج باقصى يعني باقل الخسائر، اقل الخسائر وهي ال1-0. اول مره اشوف الاهلاويه والنادي الاهلي ورموز الاهلي والاستوديوهات التحليليه كلهم راضين عن نتيجه 1-0 بس امام صن داونز في جنوب افريقيا. الاهلي شال 5 مرتين، المدرب راضي عن النتيجه 1-0 في ماتش عوده. هل الاهلي يقدر يكسب 2-0 بدون ان صن داونز يسجل في مرمى النادي الاهلي؟ هنشوف ده في مباراه العوده. تعالوا كده نتكلم. الاهلي اول 5 دقائق ضغط اهلاوي، رضا سليم فايق في اول 5 دقائق، لبس الباك اليمين لصن داونز انذار. الاهلي عمل 5 دقائق او يعني 8 دقائق بالظبط او 9 دقائق كويسين، كان ممكن يسجل، ولكن الكره الثابته للاهلي ما قدرش يستغلها النهارده كويس. رغم ان صن داونز في الكور الثابته الدفاعيه عنده بيبقى عنده مشاكل، والاهلي قبل كده سجل هدف من كوره ثابته في ماتش الدور الاول، في ماتش دور المجموعات اللي خلص 2-2 في القاهره. الاهلي الهدف الاول سجله من كره ثابته. اول 5 دقائق اهلاويه مميزه، ولكن الاهلي ما قدرش يستغل الكره الثابته النهارده. صن داونز دخل اللقاء بعد 10 دقائق، بدا بقى يلعب لعبه. الاهلي بدا يرجع لورا، الاهلي بيقابل صن داونز من نص الملعب. صن داونز ممتاز في التحضير، ولكن الاهلي يعيب كولر النهارده ان هو وانا معايا الكوره اعمل بيها ايه؟ فبديها صن داونز تاني. انا معايا الكوره، النادي الاهلي معاه الكوره، طب اعمل بيها ايه؟ خد يا صن داونز بكل سهوله. الاهلي بيفقد الكوره بطريقه سيئه جدا جدا، من اسوأ ماتشات الاهلي في الكوره. ولكن في لسه شوط تاني في القاهره. الاهلي بيحضر الكوره بتتخطف يعني بطريقه غريبه. الاهلي بيحضر عند رضا سليم بتتخطف، الاهلي بيحضر عند بيرستاو بتتخطف، الاهلي بيدي الكوره لقفشه بتتخطف، الاهلي بيدي الكوره بيلعب كوره عاليه صلاح محسن بتتقطع. يعني النهارده الاهلي ككوره على الارض مش موجود خالص خالص. الاهلي بيعتمد على الكور الطويله في منطقه جزاء صن داونز، ولكن مقطوعه، وصلاح محسن رغم ان هو طويل ما قدرش ان هو ينجح امام دفاع صن داونز. النهارده كانوا مميزين، ولكن حارس صن داونز النهارده الثقه الزايده اللي عنده كانت هتكلفه هدف في مرماهم في حوالي دقيقه 80. الاهلي على الارض جيد، ولكن مفيش طمع في الهجمه. يعني الاهلي اول ربع ساعه تلت ساعه كده الاهلي كان مقبول شويه، كان بيلعب كوره شويه، ولكن بعد كده الاهلي مجاش خالص. ولكن مفيش طمع ان انا اعمل هجمه واسجل هدف. الجميع في الاهلي راضيين عن على ال1-0. الاهلي بيضغط بحرص، الاهلي بيلعب جيم دفاعي، الاهلي بيقابل صن داونز من نص ملعب النادي الاهلي قبليها بشويه كده، بيضغط بواحد ويرجع، يضغط بواحد ويرجع. رضا سليم راجع ورا مع علي معلول عشان يقفل، وبيرستاو راجع مع محمد هاني، والفرقه كلها راجعه. بيرستاو بيتقدم شويه، بيضغط كده بسرعه ويرجع تاني، ولكن الاهلي في الاخر اخذ اللي هو عايزه كولر. صن داونز بيصوب اول تصويبه على مرمى الشناوي في الدقيقه 22. صن داونز مميزين في التصويب، جابوا جون النهارده من بره ال 18. في ماتش 5-2 برضو جابوا جون من بره ال 18. صلاح محسن، هل نزول صلاح محسن عشان الكور العاليه يقدر ياخدها والاهلي يقدر ياخد الكره الثانيه عن طريق صلاح محسن ده ما ظهرش النهارده، ولا كهربا مصاب؟ اعتقد ان كهربا مش سليم، وده اللي خلى موديست ينزل الشوط الثاني. اعتقد لو كهربا كان جاهز كان نزل.
خطيرة صن داونز، في مشكلة في عمق الاهلي وده اللي اتكلمنا عليه. ماتش سيمبا كان في مشاكل في عمق الاهلي، اعتقد ان الاهلي عنده مشكلة في العمق عند رامي ربيعة. الحتة اللي عند رامي ربيعة دي الاهلي عنده فيها مشكلة. هل ياسر ابراهيم ممكن يلعب الماتش الجاي ولا الاهلي يفضل يعتمد على رامي ربيعة؟ فشل الاهلي في التحضير عن طريق رضا سليم. الاهلي يعني بعد اول 8 دقايق رضا سليم كان كويس، بعد كده ما جاش خالص خالص خالص. صن داونز ضعيف في الكور الثابته. الكور الثابته لصن داونز الشوط الاول، الاهلي بيحاول يعمل هجمه مرتده بسرعه. الاهلي عنده مشكله في ماتش سيمبا وفي ماتش صن داونز ان هو لما بياخد الكوره بيبقى عايز يعمل هجمه مرتده بسرعه، اللعيبه بتغلط. لو الاهلي عمل هجمه مرتده بالعقل، اللعيبه استنت بعض، اللعيبه فتحت لبعض، ده ممكن يعمل هجمه مرتده كويسه. ولكن الاهلي عايز يعمل هجمه مرتده بسرعه، ده ما بيحصلش. تسديده خطيره صن داونز، اول فرصه في الشوط الثاني في الدقيقه 46. اعتقد ان صن داونز مميز جدا في التصويب وده اللي هيتعب الاهلي في القاهره. الهدف الاول لصن داونز وسط فشل اهلاوي في خروج الكوره. الكرة كانت مع مروان عطية، باصها غلط راحت لصن داونز. الكرة دي اتعملت برضو في ماتش 5-2. الاهلي لازم يلاقي حل ان هو يخرج بالكرة، يبقى عنده اللاعب اللي هو امام عاشور اللي هو يستلم الكرة ويبقى عنده حلول في نص الملعب. مشكلة اهلاوية في تحضير الهجمة، الاهلي ما جاش طوال اللقاء على الارض، الاهلي ما جاش. محمد عبد المنعم يضيع التعادل برجله، الكرة جت لمحمد عبد المنعم كده برجله، ولكن محمد عبد المنعم متعود ان هو يسجل بدماغه. توهان اهلاوي بعد الهدف. بعد هدف صن داونز لقيت الاهلي بيلعب نفس الشكل ونفس الطريقه ومفيش اندفاع. قلت بس كولر عايز يخرج بنتيجه 1-0، ولكن من وجهه نظري 2-1 لصن داونز احسن من 1-0 لصن داونز. للاهلي تغييرات اهلاويه، موديست مكان صلاح محسن واكرم توفيق مكان محمد هاني. اعتقد ان كهربا مش سليم، وموديست ولا كهربا ولا صلاح محسن حد فيهم هيعمل اي حاجه في ظل الطريقه دي لكولر. الثقه الزائده عند حارس صن داونز كادت ان تسجل في مرماه في حوالي دقيقه كده حاجه و80. استلم الكوره ولكن حظه يعني ان الاهلي ما سجلش هدف. العارضه تنقذ الاهلي من الهدف الثاني. الضربات الثابته صن داونز الشوط الثاني كانت مميزه جدا وكان ممكن يسجل منها اكتر من هدف، ولكن في النهايه الاهلي بيخرج بال1-0. الاهلي عنده ماتش في القاهره امام جماهيره، امام في ملعبه. هل الاهلي قادر على الخروج بنتيجه 2-0 عشان يصعد للنهائي؟ هنشوف. الاهلي هينتظر الفائز ما بين الوداد والترجي. تقييم لعيبه الاهلي: محمد الشناوي 8/10، محمد عبد المنعم 7/10، رامي ربيعة 5/10، معلول 7/10. عمل جيم دفاعي محترم. محمد هاني 7/10 برضو، مروان عطية 5/10، ديانج 5/10، قفشة 5/10، بيرسيتاو 3/10، رضا سليم 5/10، صلاح محسن يعني الرقم ده هو اللي لا يسأل عنه. صلاح محسن 3/10. البدلاء يعني طاهر بس ما عملش اي حاجة، ولا طاهر ولا موديست. اكرم توفيق عمل يعني نزل قفل الحتة دي بشكل كويس. اكرم توفيق بعد العودة من الاصابة 6/10. باقي البدلاء ولا موديست ولا طاهر ولا اي حد عمل اي حاجة. هذا كل ما لدينا الفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه مهم جدا جدا وتفعل زر الجرس مهم جدا جدا. قول لي وجهه نظرك في الكومنتات، مين افضل لاعب في الاهلي النهارده ومين اسوأ لاعب؟ من وجهه نظري افضل لاعب محمد الشناوي واسوأ لاعب هو بيرستاو. اشتراك في القناه مهم جدا وفعل زر الجرس مهم جدا. سلام.